منظومة الشكاوي في مصر بيحصل فيها عظمة. انت كده كدولة بدأت تخش في صميم مشاكل المواطن، المشاكل اللي من خلالها في فئة كبيرة من المواطنين هتخليها تحبك او لا، وهقول لك في الاخر تقدم على الشكوى ازاي. انا بنفسي قدمت شكوى في شركة التليفونات، جم تاني يوم غيروا البوكسات في الشارع. قدمت شكوى في شركة المية، جم تاني يوم غيروا خط المية كله من اوله لاخره المنطقة. والنهارده وزارة الصحة منزلة بيان جامد جدا وتقول لك كمواطن من حقك تعالج في اي دولة مهما كانت خاصة او حكومة ببلاش. ده طبعا اول 48 ساعة في حالة الطوارئ، واي مستشفى خاصة او حكومة تطلب منك فلوس كشرط لعلاجك هتتصل برقم 105 وتقدم بيانات المستشفى وبيانات الواقع، وكاتبين نصا هيتم اتخاذ اجراءات فورية وحازمة ضد المستشفى، والاجراءات دي هتشمل قفل المستشفى الخاصة وتحويل المتسبب للتحقيق للمستشفيات الحكومية. يعني الموضوع ما فيهوش هزار، الموضوع ده مطبق على وزارة الداخلية كمان، وحاليا وزارة الداخلية بتعمل عظمة لا تخفى عن اي حد فينا. طيب كل الجمال ده بقى بيتم ازاي؟ هقول لك، ده من خلال منظومه شكاوي موحده بتشرف عليها الدوله بنفسها. يعني كل مواطن لو عمل شكوى، الشكوى دي بيكون لها رقم، من خلال الرقم ده بتقدر تتبع خطوات حل الشكوى بتاعتك انت كمواطن وكشركه وكدوله نفسها، ولو ما اتحلتش ارزع غرامه على الشركه او الجهه اللي انت مقدم فيها الشكوى. فالشركه تبدا تعمل ايه؟ تبدا تعاقب الموظف اللي تقاعس عن حل مشكلتك من خلال رفضه او خصم من مرتبه. من الاخر اي مسؤول عن حل مشكله اي مواطن هيتعاقب لو ما حلهاش. طيب لو المشكله اتحلت بيرتفع تقييم الموظف او الشركه. مش انت اوقات كده لما بتيجي تكلم خدمه العملاء بيروح يقول لك مثلا استنى عشان في تقييم، او بعد ما تقفل المكالمه بيبعتوا لك تقييم؟ اهو من خلال التقييم ده لو انت مثلا التقييم بتاع الموظف ده عالي مرتبه بيزيد. المهم ان انت تقدم شكوتك في الجهه الصح. كل شركه ليها رقم شكاوي، حتى شركات الحكومه الميه والكهرباء والغاز ليهم رقم شكاوي، وفي رقم شكاوي لمجلس الوزراء اللي ظهر قدامك ده، وتقدر من خلاله تتبع مسار شكوتك بكل سهوله. فشابوه بجد على بتعمله الدولة اليومين دول.